انا لسه داخل فيلم براد بيت الجديد في السينما، فتعالى اقول لك هل الفيلم يستاهل الضجه اللي اتعملت عليه ولا ما تضيعش فيه وقتك وفلوسك؟ يا جدعان روحوا اتفرجوا على الفيلم في السينما. انا مش هطول يعني، الفيلم جامد فشخ. من اكتر الحاجات اللي عجبتني ان الفيلم رتمه سريع جدا وقادر يوازن ما بين الحماس اللي في السباقات والكوميديا اللي في الفيلم والدراما اللي في الفيلم. كل ده يرجع للمخرج جوزيف كوزينسكي. انا بجد تعبت فشخ عشان احفظ اسمه. المخرج ده شاطر قوي في نوعيه الافلام دي، عمل قبل كده توب جان مافريك مع توم كروز، انا الفيلم ده بحبه جدا. وقدر برضه يعمل مع براد بيت فيلم تحفه. السباقات متنفذه باكتر شكل حلو ممكن تتنفذ بيه بصراحه. كل حاجه في السباق حلو اخراجيا، الساوند ديزاين بسماعات السينما وكده، انت دخلت في عالم تاني خالص. في سباقات هتبقى كاتم نفسك كده، اللي هو من كتر التوتر مش عارف السباق ده هيخلص على ايه. بعد كده لما يخلص تعمل اخيرا. التمثيل عجبني جدا بالذات من براد بيت. انا بحب براد بيت فشخ يا جدعان، ده ممثلي المفضل في هوليوود يعني. بس براد بيت عمل الدور حلو فشخ. اللحظات اللي كان بيحتاج فيها يمثل دراما كان عملها حلو جدا واثر فيا، واللحظات العاديه اللي لازم يبقى فيها دم خفيف حبه وكاريزما عملها بشكل رائع. باختصار هي تجربه سينمائيه رائعه. طبعا انصحك انك تخش في السينما لانها تجربه مختلفه خالص عن تجربه البيت، ودي بالنسبه لي واحده من احلى التجارب السينمائيه اللي انا دخلتها. وتقييمي للفيلم هو 9 من 10. فلو انت شفت فيلم اف 1 اكتب لي رايك تحت في الكومنتات واعمل لي لايك وفولو وشير وبس كده.